الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة الكهرباء ببساطة. الجزء الأول من موضوع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء. الطاقة الشمسية بتعد صورة من صور مصادر الطاقة النظيفة. وإزاي بنحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ من خلال هذا الترتيب، من خلال الألواح الشمسية، ثم الانفرتر بيحول الدي سي إلى اي سي، ثم الربط على شبكة المستهلك من خلال الميتر. إن شاء الله تباعا احنا في هذه الحلقة هنتكلم على الألواح الشمسية والسيلز اللي هي المربعات دي اللي باينة في الصورة دي، اسمها السولار سيلز. هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. وتباعا جميع هذه النقاط هتبقى لها حلقات وأجزاء منفصلة. أول مكون من مكونات الطاقة الشمسية اللي هي الخلية الشمسية أو السولار سيل. والسولار سيل بتبقى عبارة عن زي مكون من السيليكون. الاوبن سيركت فولتج بيتراوح من 0.5 الى 0.6 زي ما هو واضح في الرسم التوضيحي البسيط. اشعه الشمس بتسقط على السولار سيل فبتحول اشعه الشمس الى كهرباء. الستاندرد تيست كونديشن اللي هو اختصار اس تي سي، هو البارامترز بتاعته بيبقى عند 25 درجه مئويه للسيل، وراديانس 1000 واط بالمتر سكوير، والاير ماس 1.5. الكونديشن دي بيبقى صعب، هي دي اسمها الاوبتيمم او الحاجه المثاليه، ولكن الحاجه اللي هي اكشوال فعليه بنسميه الان او سي تي او النورمال اوبريتنج سيل تمبريتشر، وبتبقى 800 واط بدل ال 1000 واط بالمتر سكوير، وال 20 سنتيجراد درجه مئويه بدل ال 25 درجه، والاير ماس بتاعتها بدل الواحد ونص بتبقى 1. تباعا الامر ده هيوضح اكتر بالامثله اللي هنشوفها تباعا مع بعض ان شاء الله. احنا نعرف لكم السيل بارامترز، السولار سيل بارامترز اللي هي التعريفات الاتيه. مهم جدا ان حضراتكم تتفهموها لانكم هتقابلوها كتير. الاي شورت سيركت اللي هو الشورت سيركت كارنت. الفي او سي يعني معناها الاوبن سيركت فولتج. الاي ام بي معناها الكرنت عند الماكسيمم باور، او الماكسيمم باور كرنت عند الماكسيمم باور بوينت. الفولتج ام بي معناها الماكسيمم باور فولتج. يبقى احنا عندي كام؟ عندي 2 بول اوبن فولتج، اوبن سيركت فولتج، والماكسيمم باور فولتج. الاوبن سيركت عند النو لود في حاله دايره السل مفتوحه، والماكسيمم باور فولتج في حاله الدايره عليها حمل، عليها لود. الباور هو عباره عن الاي الكرنت في البي. يبقى الماكسيمم باور بوينت او الاقصى قدره ممكن تخرج من السيل هي عباره عن اقصى تيار محمل بالفولت التشغيل اللي اثناء التحميل بيدي الماكسيمم باور. Open circuit voltage is the maximum voltage that the solar panel can produce with no load on it. لسه شرحنا بيعتمد على النو لود. short circuit current تعريفه، الفولتج ماكسيمم باور تعريفه، الكرنت ماكسيمم باور اي ام في، الماكسيمم باور بوينت بي ماكس. مهم جدا قراءة هذه التعريفات وفهمها فهم جاد. اللي فوق ده اللي هو ما بين الكرنت والفولتج. النقطة اللي هي 0.6 فولت دي هنا اللي هي قلنا اللي الفولتج بتاع السيل اللي هي عند لما الدايرة تكون اوبن سيركت. طب في حالة الشورت سيركت هنا بيساوي 2 امبير، في حالة ان انا عملت شورت على الطرفين بتوع السيل.
طيب بحاله ان انا حملتها على الشبكه الخارجيه واصبح عليها لود، وفي لود بيستفيد من النظام الشمسي، من الكهرباء المتولده من النظام الشمسي، بتبقى الماكسيمم باور بوينت هنا في النقطه دي بيقابلها هنا بونت بايب، وبيقابلها تيار اقل من 2 امبير بنسميه التيار اللي هو الاي ام باور، وهنا دي البي ام باور. فهنروح على الكيرف بتاع الفولتج اهو حضراتكم زي ما انتم شايفينه. ادي عند الماكسيمم بار ما بحمل هنا الحمل هنا بيبقى فيه باور ماكسيمم لمقابل لتيار ومقابل لفولتج. ده الكيرف بتاع الباور هيتلاقى. ادي هنا البي ماكسيمم الفولتج عند الماكسيمم باور، والتيار والباور اقصى باور عند الفولتج هذا، واقصى تيار عند الفولتج هذا اللي هو في نفس الوقت على هذا الكيرف. ال ال الكفاءة بتاعة السيل بتحسب بحاجة اسمها فيلت فاكتور. فيل فاكتور هنا هو عبارة عن حاصل اسمة أو ناتج اسمة التيار عند الماكسيمم باور في الفولتج عند الماكسيمم باور على الاي شورت سيركت على الفولتج في حاله الاوبن سيركت، بيدينا الاف اف، ودي قيمه هنا بتتراوح ما بين 0.82 and 0.85. ده السيليكون سيلز اللي هي بتملك فاليو خاصه بالاف اف المقبوله ما بين هذين الرقمين. الجدول اللي على الشاشه عندي خانه للافشنسي وخانه للماكسيمم باور اللي هو البي ماكس بالوات، والاوبريتنج فولتج ماكسيمم فولتج ماكسيمم اوبريتنج فولتج، والاوبريتنج كارنت اللي هو الاي ام، والاوبن سيركت فولتج البي او سي، والاي شورت سيركت. ازاي انا بحسب الافشنسي وبحسب الباور؟ هنا الباور العمود ده بالوات عباره عن اي في بي، عباره عن الكرنت والفولتج. اني كرنت ده الماكسيمم، يبقى كرنت الماكسيمم بتاع الفولتج سوري قيمه الماكسيمم بتاع الفولتج وقيمه الكرنت بتاع الماكسيمم كرنت. يبقى الاوبتيمم والاوبتيمم حاصل ضرب الاثنين دول بيدينا الرقم ده. طيب الافشنسي هنا بنجيبها ازاي؟ هو اسمة الرقم ده الباور على البي انبوت. البي انبوت هنا اللي هو الاريدانس اللي هو 1000 واط بير متر سكوير، ان مضروبه في مساحه السل. يبقى انا بقسم الباور ده على مساحه السل دي بالمتر سكوير على الاريدانس اللي هو 1000 واط على متر سكوير، هيدينا البرسنتج بتاعه الافشنسي الخاصه بالسل. طيب احنا هنا دي لما نقول هنا الباور هنا 2.62 على ال 125 ملم، وفي ال 125 ملم طول في عرض، هنحول المليمتر الى متر، هيبقى 125 من 1000 متر في 125 من 1000 متر في 1000 واط، ما هيدينا ناتج. الناتج اللي طلع الباور دي اقسمها على هذا الناتج هيديني الافشنسي لما اضربها في 100 على 100. طبعا هعوض على ال100 اللي فوق، وال100 اللي تحت هي هتفضل موجوده في المقام عشان اجيبها بالبرسنتج. فاحنا هنجيبها لعده سيلز، يعني هي السيل هنا 1 25 اخر كلها زي بعض، كل السيلز الطول والعرض بتاعها واحد، والسماكه بتاعتها واحده، او القطر بتاعه واحد. بيختلف من سيل الى سيل حسب ال الكفاءه بتاعتها، حسب الكفاءه. يبقى من العمودين دول بيجيبوا الواتج، من العمود بتاع الافشنسي بنجيبه بالمعدل اللي احنا ذكرناها لحضراتكم. لداتا شيب خاص بالسولار سيل
خصائص الكهرباء، الخصائص معاملات الحرارة، وخصائص الميكانيكية الخاصة بالسل. احنا بنعرضها لحضراتكم على اساس يبقى عينيكم شافت ازاي بيتم عمل نموذج يجمع كل الداتا الخاصة بالسل. بعد ما شرحنا السولار سيل هنخش على البي بي موديولز او اللوح الشمسي. فايه الفرق بين اللوح الشمسي والسولار سيل؟ اللوح الشمسي هو عبارة عن عدة خلايا شمسية أو ضوئية، وهنشوف مع بعض الألواح الشمسية وأنواعها. هنلاقي يوجد 3 أنواع: المونو كريستالين بانل، والبولي كريستالين بانل، والسيم فيلم بانل. دول 3 أنواع موجودين في السوق خاصين بالألواح الشمسية. طيب الألواح الشمسية كلها العرض بتاعها تقريبا بيبقى واحد في حدود 1 متر. اللي بيختلف من لوح إلى لوح هو عدد السيلز، وبالتالي الطول بتاع اللوح بيختلف من لوح إلى لوح. يعني طول عرض 36 و 54 لغاية لوح هنلاقي العرض واحد، عرض اللوح واحد، ولكن اختلاف الطول هو اللي هيختلف نتيجة عشان يقدر ان هو يغطي ياخذ المجموعه بتاعه السيلز اللي مقرره ليه. في لوح ب 36 سولار سيل، في لوح 54، في لوح 60، في لوح 72، في لوح 78، في لوح 96، في لوح 120 هو عباره عن دبل 60، في لوح 144 هو عباره عن دبل 72، وفي لوح 150 سولار سيل. وكل لوح من الالواح دي كل ما زادت عدد السيلز كل ما زاد القدره بالوات، قدره اللوح بالواتش بتكون اعلى واعلى. ده مثال لسيلز موديول 72 سولار سيل. الفولتج هو ال 36 فولت هو مجموع كل الفولتج بتاعت ال 72 سيل. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو البونت 6 فولت فور 1 سيل لو ضربناها في 72، يعني انا عندي هنا ايه ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وعندي كام ادي الصف كام صف؟ 1 2 3 4 5 6 6 ب 12 ب 72. 72 في بوينت 5 السيل فولت بتاعتها هتدي نص ال 72 اللي هي 36 فولت. دي بتوضح نماذج مختلفة من الألواح الشمسية. في احنا اللوح الشمسي اللي عبارة عن 72 سيلز، في لوح 144 ده هو عبارة عن 2 من أبو 72، في لوح هنا 120 هو عبارة عن 2 من أبو 60. احنا قلنا انه الويدز بتاع اللوح بيبقى ثابت وزن المتر. الطول بس هو اللي بيتغير نتيجة عدد زيادة السيلز المطلوبة. المميزات الألواح زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا عندنا ال 60 سيل في الطول 164، ال 72 سيل الطول 196 اختلف، ولكن العرض واحد. العرض ايه؟ واحد. العرض هنا والعرض هنا واحد، لكن الطول هو اللي اختلف. ادي المقاس هنا 99 سم والتاني 99 سم. الطول هنا 196، الطول هنا 196 والطول هنا 164. يبقى اذا العرض ثابت والطول هو اللي متغير طبقا للنمبر اوف سيلز اللي موجوده في البي بي موديول او اللوح الشمسي. الالواح اللي هي احاديه الكريستال هي بتبقى افضل من الالواح المتعدده الكريستال، اللي هو النوع الاولاني افضل من النوع الثاني. والمميزات زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه طبقا للمكتوب هنا: كفاءه التوليد ب 22.5، اناث التوليد يبقى 16.9.
صغر الحجم نسبيا في الألواح الشمسية. هنا بيكون الحجم كبير شوية، بنسبة هنا 5.6، هنا 5.6 تقريبا 1. العمر الافتراضي 25 سنة تقريبا، هو نفس العمر الافتراضي. المظهر الجمالي بيبقى أفضل عن الألواح المتعددة. يبقى هنا كفاءة التوليد بتكون أعلى من الألواح المتعددة هنا. وعرفنا إن الألواح بتختلف في الأوتبوت باور الخاص بيها نتيجة اختلاف عدد السيلز، عدد الخلايا الشمسية اللي موجودة فيها. والكفاءة كفاءة اللوح بنجيبها ازاي؟ بنجيبها بالمعادلة دي، اللي هي القدرة الخاصة باللوح بنقسمه على طول اللوح في عرض اللوح مضروبة في 1000 واط على متر مربع. يعني المثال اللي هو عندي لوح 450 واط، وطول اللوح 2.15 والعرض 1 متر. ادي 2.1 في 1 متر في ال1000 نقسم 450 عليه هيدينا حوالي 20% من دي كفاءة اللوح بتاع اللي هو قدرته 450 واط. ودي لوح شمسي 320 واط، الماكسيمم باور بتاعه 320 واط. الاوبن سيركت فولتج 5.9 فولت. الماكسيمم باور بوينت فولتج 36.7 فولتج. الشورت سيركت كارنت 9.41 امبير. ماكسيمم باور بوينت كارنت 8.78 امبير. الافشنسي حوالي 6.04. ده مثال بنوريكم طريقه ازاي بيتكتب السبيسيفيكيشن الخاص باللوح والكيرب الخاص بيه. زي ما حضراتكم شايفين هنا السولار سيل، واتكلمنا على البي بي موديولز اللوح الشمسي. فبنلخص موضوع هذا الجزء في الشاشة هنا. هل كفاءة الخلية تساوي كفاءة اللوح الكهروضوئي، وما هو الفرق بينهم؟ هنقرا طبعا الكلام ده مهم جدا نقراه. وطبعا الكفاءة تقريبا مش واحدة، لوجود فوارق في المساحات عند الارانجمنت الخاص بالسيلز على اللوح الشمسي. ده مخطط كفاءة الألواح الكهروضوئية، وكفاءة الألواح والبحث العلمي آخر ما توصل لي في هذا الموضوع. مطلوب يعني من حضراتكم يتم قراءة هذا الموضوع بعناية شديدة جدا. هو بيلخص ما شرحناه سابقا. ده المخطط الخاص بالوكالة الأمريكية، وأنا حبيت بس أكبره شوية عشان حضراتكم تشوفوه بصورة أوضح. بالعالمين سنستكمل الجزء الثاني في موضوع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.